مفيش حد ما بيحبهاش ومفيش اتنين بيختلفوا عليها وحلوة في كل حالاتها، سواء هتعمليها سادة أو محشية، وتنفع كمان لأي مناسبة. النهاردة هنعمل مع بعض كنافة محشية بالقشطة، وازاي تاخد اللون الذهبي الجميل اللي انت شايفاه دوت، ويكون سكرها معتدل ومظبوط جدا مع بركان القشطة الرهيب اللي نازل منها ده. يلا بينا نشوف الطريقة على طول مع بعض. بس لأول مرة بتشوفيني أنا رحيب، ما تنسيش تعملي سبسكرايب لايك وشير وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بقدمه. أول حاجة هنجهزها مع بعض الشربات لأننا محتاجينه يكون بارد تماما. كوباية ونص من السكر مع كوباية من المية، وهقلب السكر شوية كده في المية لحد ما السكر يدوب إلى حد ما، وارفع بقى الشربات على النار. أول غلوة ليه هضيف معلقة صغيرة من عصير الليمون وأسيبه على نار متوسطة من 7 دقايق ل 8 دقايق لحد ما القوام يكون مظبوط. دلوقتي بقى هنحضر مع بعض القشطة. 3 كوبايات كبار من الحليب البارد مع معلقتين كبار من السكر، ممكن أقل أو أكتر زي ما انتوا عاوزين، ومعلقتين كبار من النشا. وهقلب بقى النشا كده في الحليب لحد ما يدوب خالص كده على البارد، وبعد كده ارفع القشطه بتاعتي على النار. بعد كده هضيف عليها نص كوبايه من القشطه البلدي او القشطه المعلبه، بتظبط الطعم والقوام جدا. واول بقى ما القشطه القوام بتاعها هيكون مظبوط وتعمل كده معاكي بابلز كبيره، هتضيفي معلقه كبيره من الزبده ومعلقه كبيره من الفانيليا، وتديها كده تقليبه واحده، هتلاقي الزبده على طول دابت معاكي. كده خلاص القشطه بتاعتي بقت جاهزه، انقلها بقى كده في طبق تاني، وهو دوت القوام بتاعها المظبوط جدا زي ما انت شايفه كده، ما بتعملش اي علامات وانت بتنزليها من الحله. هسيبها تبرد شويه وبعد كده ادخلها التلاجة، ولما تبرد تماما هضيف عليها نص كوبايه بس من الجبنه الكريمي. القشطه هتظبط القوام في العموم بتاع الكنافه، هتخلي كده السكر بتاعها معتدل ومظبوط جدا. هقلب كده الجبنه مع القشطه لحد ما القوام يكون مظبوط قوي وما يبقاش فيه اي تكتلات خالص، وبكده خلاص القشطه بتاعتي بقت جاهزه. معايا نص كيلو من الكنافه، انا ما بحبش اطحنها في الكبه، انا بس بفرطها كده من بعضها بايدي، بحب ان الشعر بتاعها يكون كده متوسط. وبعد كده هضيف عليها معلقتين كبار من السكر البودر. هقلب بقى الكنافه كويس جدا كده في السكر، وبعد كده هضيف عليها كوبايه كبيره من السمنه الدايبه، ممكن تكون سمنه وزبده، ممكن تكون زبده بس او سمنه بس زي ما انت عاوزه. انا بحب جدا السمنه مع الكنافه. اهم خطوه بقى في الكنافه علشان تطلع معاكي ناجحه ولونها حلو جدا، ان الكنافه تتغلف كويس جدا جدا بالسمنه. الصينيه كمان اللي انا هستخدمها دهنتها كده بمعلقه كبيره من السمنه، وهضيف عليها يا دوبك طرف المعلقه بس من حاجه اسمها بودره الزعفران او ملون الطعام الصحي اللي هو بيبقى اللي لون اورنج دوت، هيديكي لون جميل جدا اللي انت شفتيه في بدايه الفيديو. يا دوبك بس تقليبه كده مع السمنه، وهوزع بقى السمنه كويس جدا جدا في الصينيه. لو هتستخدمي ملون الطعام البودر تتاكدي ان هو مش مالح. هاخد بقى نص كمية كده الكنافة وأوزعها كويس جدا في الصينية، وهضغط عليها كويس قوي وأعمل لها كده سور علشان القشطة ما تطلعش منها. ضغطت عليها كمان بصينية تانية أصغر علشان تبقى كده الطبقة اللي تحت متماسكة ومتساوية. بعد كده هضيف عليها كل كمية القشطة، وهوزع بقى القشطة كويس قوي كده من جوه لبره بنفس الطريقة ديت. بعد كده بقى هضيف باقي كمية الكنافة. أهم حاجة بقى تغطي القشطة بباقي كمية الكنافة كويس قوي، يعني ما تبقاش باينة من الكنافة خالص. سويتها بقى كده كويس قوي بالمعلقة بالراحة جدا، وكمان بالسباتيلا كده من الطروف علشان الطبقة اللي فوق تقفل على الطبقة اللي تحت، لما تيجي تقلبيها تبقى متماسكة على بعض وشكلها حلو جدا. الصينية بتاعتي بقت جاهزة، هتدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة على الرف الأوسط، ويدوبك من تلت ساعة لنص ساعة. أول بس ما تاخد لون ذهبي من تحت كده ومن الجوانب تشغلي الشوايه تاخد اللون الجميل دوت. انا بقى حبيت ان انا اقلبها كده في طبق التقديم. شوفي بقى اللون جميل ازاي، اللون في منتهى الجمال، مظبوطه من كل الجوانب وواخده لون واحد، والطبقتين متماسكين على بعض ومش فاصلين من بعض خالص. طبعا الكنافه سخنه والشربات بارد تماما، ولازم الشربات يكون القوام بتاعه متوسط مائل للتقيل. شربات الكنافه مش بيكون خفيف قوي ولا بيكون تقيل قوي. طبعا هي جميله جدا وقمر من غير تزيين، بس للناس بقى اللي حابه ان هي تزينها ممكن تضيفي اي مكسرات عندك، زبيب، جوز هند، اي حاجه انت عاوزاها. بصي كمان شكلها كده بعد التزيين بيبقى جميل ازاي، وشكلها حلو جدا جدا عند التقديم. نبتدي بقى دلوقتي نقطعها ونقدمها. القطعة بتاعت الكنافة فلافي جدا وخفيفة وحلوة جدا جدا. بصي بقى بركان القشطة اللي نزل منها. الكنافة مظبوطة جدا وحلوة قوي. وبس كده وصفة النهاردة خلصت، أتمنى إن هي تكون عجبتك، وأشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد. باي باي.